والصحة للجميع. أهلا بالفخامة. اليوم هذا الفيديو رح يكون مش طبيعي. صار عنا هلا. اوكي خلينا نفرجيكم احمد اليوم. ليكم شو صار عنده احمد، كرسي جديد متحرك. اوكي احمد صار بيطولي. كيف الملابس اليوم مثل بعض ليك ملونين. بدي احكي لكم انا متحمس اليوم انا متحمس. الفيديو اليوم رح يكون حار خارج الفجر، لانه من النوع اللي بتحبوه انتم، واللي هو فيه نودلز وما نودلز. اوكي ولكن اليوم رح يكون تجريب جميع المنتجات كورية، بيناتهم اشياء ثانيه كمان رح نجربهم اليوم معاكم بهذا الفيديو. طبعا ضيق شوي، بتعرفونا نحن ما بيهمنا الحار، ولكن يعني هدول شويه احتياطات. خاليزي هذا الحليب مو لي طبعا، رح يكون لاحمد، وهذا اللبن يعني كلهم هدول لاحمد، لانه انا رح اعطيكم وعد اليوم بهذا الفيديو انه ما اشرب لبن ابدا، حتى لو طلع شيء حار بيناتهم. هو في شيء حار بيناتهم، ولكن ايش قد رح يكون، ايش قد كميتهم ما بنعرف. اوكي ليكو بهذا الفيديو عداكم على الحليب، اليوم جايبين لبن. بفيديو النودلز اللي نزلناه قبل فتره، وهو تحدي النودلز الكوري، تجربه النودلز الكوري، قلتوا لنا انه ليش جايبين حليب، جيبوا لبن بروح الحراره مو الحليب. اليوم جبنا لبن. هلا اذا حد منكم دقيقه شوي، اذا حد منكم بيكتب لنا بالكومنتات ليش جايبين لبن، جيبوا حليب هو بروح الحراره. بدي ازعل. خليه طول بالك. تابعوا معنا هذا الفيديو للاخر، خلص واحكوا لنا شو اكثر شيء رح تحبوه من المنتجات اللي قدام. تابعوا هذا الفيديو معنا للاخر حتى تشوفوا كل انواع اللي جبناها نجربها بهذا الفيديو. واحكوا لنا لو مجربين شو اكثر نوع بتحبوه. خلينا نفضل هذا الفيديو. لا طول بالك احمد. اوكي خلينا نبدا بالفيديو مباشره، بس قبل ما نبلش اذا انتم جداد على القناه اشتركوا حتى تضمنوا لفخامتنا، وخلينا نوصل هذا المعطى لاكثر من 50,000 لايك. 100,000 لايك لعيون النودلز. طبعا نحن دائما بنقول لكم على القناه وصلونا 50,000 لايك كذا، دائما توصلونا. شكرا كثير لكم عن جد لمحبتكم. وخلينا نفجر هذا المقطع كومنتات. حطوا قلوب خضر، حطوا قلوب حمر لعيوني. اول وحده بالزبن. صح هاي بالجبنه. لا يا دوري. منتج ثاني بالشغلات يلي بالبحر، في داخلهم اوريدس مثل ما شفتوا. هي كثير معروفه هاي الرسمه تاعتها. هاي حار كمان. هاي اللي جربناها بالفيديو السابق. ما بدي اجربها. انت ما بدك تجربها، ما بصير، هذا غش. والله حارة. هي فعلا كثير حاره، بجوز هي حاره اكثر ما بنعرف. هلا شوفوا هاي بشو قولوا لنا. هي فيها حاره، هي رح تكون حاره. دوري. وهاي الثانية كمان حارة مشان نشوفوها منيح. جيب الشغلات حطها الثانية. هيك. حار نودلز. اوكي هاي الكوب سودا باين حاره كثير. كاتبين سبايسي تشيكن نودلز. بدك بعمل ما تعمل حركه عدوري، روح من هون. الكوب الثاني هذا بقربه لهذا. اقربوا لهذا. ايه صح، هذول كثير محترمين. هذا بالفطر، نحن ما كثير بنحب الفطر، ما بعرف اذا رح تكون النودلز اللي بالفطر طيبه او لا. هلا احمد رح يطالع شغله رهيبه، حارقه خارقه متفجره، منتج كوري حار، واللي هو الشيف سلسل حار. لك دقيقه شوي. وهلا الشغله الاخيره المختلفه، 1 2 3. هدول الشغلات هدول السوبريم ولكن كوريات. ما بعرف طعمتهم كيف رح تكون، يعني جايين بشحن وكذا. اوكي هلا مثل ما انتم شايفين صفينا كل شيء قدامنا. شو رح نبلش احمد؟ رح نبلش نفتحن. انا برايي رح نفتحهم كلياتهم بعدين نجرب أو وحده معاكم. ما رح نفتح وحده ونجربها، لا رح نفتحهم كلياتهم ونجربهم معاكم بهذا الفيديو حتى ما نستسلم ابدا ونقول اوه بطلنا نفتح. هاي ما بحكي يا زلمه مو وهاي الزبنة تبعيتها. حارة. هاي لونها اصفر غامق. هاي مدورة عن جد. هاي مكون الثاني. هاي كثير حارة هون. لازم كل صحن تحته شو تبعيته. دقيقة شوي هيك لازم مشان نعرف شو عم نجرب. رح نفتح. وهي اخر وحدة، احر وحدة لحتى نعتقد احر وحدة ممكن تكون في هاي كثير حارة، ما بعرف يعني. رح ابل. هاي من الصوص تاعها واضح حار كثير. اوه هي حارة كثير. ليكوا من جوا دقيقة خلينا نفرجيكم. كمان انا تبعيتي. هذا الصوص تاعها. هي لونها اسود، عند احمد صفرة عادية. اوكي هدوك جاهزين ما بدهم تجهيز طبعا. خلينا نحط المي فوق هدول فورا مباشرة. تمام
لونه سودا، ليش هيك؟ لزجة هيك. شو هذا فحم؟ مو حمرا سودا. هون اوه هاي كمان حمرا كتير، كلها حمر. يو احمد لك نحن عم نحط التبلة من هلا؟ لازم نحط المي اول. نكون حطينا تنتين معلش. هاي جاي مثل بهارات معه. تمام ما في مشكلة. هو اصلا يعني في كتير ناس بيعملوا النودلز يعني قبل ما يحطوا المي عادي بيحطوا المي فوق. خلينا نجيب المي دايما بهالشكل. لا تبعيتي اول صار المي لونه اسود. صار المي لونها اسود ما؟ بدل طالع الصوصات تاعه. يلا كفي ما كفت المي. اوكي لقينا حل سريع. هي السودا رح نحط فوقها هيك بهالشكل. تمام. على فكره النكهه كثير عم تكون طيبه، جد مأكولات كورية عندهم شيء، حتى السوشي انا صرت احب، في منهم بيدوب بسرعه في منهم لا. اوكي بننتظرهم يستووا ونرجع لكم. تمام اوكي وهلا رجعنا لكم بعد ما صفينا النودلز من المي. ضل بس نحط البهارات ونبلش مباشره. ليكو هذا الصوص ما بنعرف شو هو. ليكو هيك شكله غريب لونه فضي. ريحته غريبه كثير. انا بلش عندي انا هون من طرفي كانه الحارين موجودين. طبعا اذا حابين تجربوا منتجات كورية وهيك بامكانكم تشوفوا هذا الفيديو معنا وتستفيدوا من هاي الشغله. انا راح احطها. واو هاي مخلوطه اصلا. ليك لسه في شويه مي هون اذا شايفين. اوكي ليك تحت خليناها احتياط مشان الصوص. طبعا بيطلع هذا الشيء اطيب معاها. الله والله حاسس حالي شيف انا. اصلا هدول ما صفينا المي منهم. طبعا قلتوا لنا هذيك المره بالكومنتات انه في الاكس 2 واللي هي احر من الاكسترا يلي نحن جايبينها. تمام اوكي هاي ليش ما صارت حمرا كتير؟ لانه عم نحط المي معاهم اليوم بهذا الفيديو. تمام نشق الكيس. تمام فرجيني لكم هذا الشيبس الحار. رح نحاول نعملهم بالطريقه اللي هن بيعملوها فيهم طبعا الكوريين. صح هديك. هلا اوكي يلا احمد سكوب. يلا تمام انا بساعدك شوي. في كميه كبيره. يلا جاهز احمد لحتى نجرب؟ احمد رح يقلل اللقمه تاعته. لا مو كل هالشيء. بسم الله. بسم الله. هاي المرة ما راح استسلم. حارة من هدول أول- كلهم حارين. نكهتها طيبة كأنه. لا ما حبيتها. انا لقيت نكهتها طيبة ولكن حارة فعلا كمان. يعني هي حارة كتير بس مو بقدر انه حارة خارقة لا بتتحملها. بس ليكوا عرقنا. هاي هي يلي اكلناها هلا الصفرة. هاي بالجبن على اساس تكون هيك لطيفة. حارة رح تقاوم احمد. اعطيني بس لبن اشرب نقطة، لأنه ما راح استسلم من اول فيديو، بس راح اشرب نقطة. تكرم. تمام اوكي احمد بده يشرب لبن مشان يكمل معنا تجربة بهاي الفيديو. بس راح اشرب شوي. شوي صغيرة ما بتخسر. حاج هلا بشغلة من هون. سوق احمد خذ هاي اطيب ليك. ما شاء الله ما قلت لبن. ما طيبة تبعتها. واو طيبة كتير. خلينا نكملها. بتحسوهم يعني هيك شي مقلي عادي كريسبي وبقلبهم هوت دوغ. مع الصوصات صاروا اطيب فعلا. روحت لك الحرارة. هلا رح نجرب النودلز الثانية. هي هاي ممكن تكون حارة كمان. ما بنعرف. حاطين عليها رسمات قريدس وهيك اشياء. اوكي يعني مثل مأكولات بحرية. هلا رح ندوقها. احمد خايف من التجريب؟ لا يلا اساعدك. قرب الصحن. لأنه ما راح استسلم من أول الفيديو هيك. تعباي عنا سكب. هلا سكر النودلز الثانية رح نجربها. دقيقة ده احمد هاي ريحتها مو طيبة كتير. تك انا رح اخذ شي بسيط كمان. اوكي نحن ما بنحب المأكولات البحرية كتير يعني بشكل عام اصلا. انا جد خايف من الطعم. ما بهمني الحار بهمني الطعم مو طيبة. يلا جاهز؟ طيبة. طعم تقريدس ما فيها شي غريب يعني نوعا ما. انا بتأقلم على هالطعمة.
ما بدي اتأقلم ولا بدي شيء، ما احب القليلة. وانا كمان ما حبيتها، ما انا ما طيبة. راح اشرب هلا يعني ما خسرت، بس مسان يعني بس مسان مشان طعمي مو مشان الحرارة. سفل احمد. لا ما اوكي هلا رح نجرب نودلز ولكن بشكل مختلف واللي هي بالكوب. تمام، بدك حطها بالصحن. ابوس ايدك حطها بالصحن، بدك تمشيها غير بلد. ما بنعرف هي ليش هيك غريبة. ريحتها غريبة كمان. ريحتها غريبة كمان. جاهز؟ انا خايف منها، لونها بنية، ما بعرف ليش هيك شكلها. ما طيبة. الا طعمة بهار عادي. حارة منيح ما اكلتها. الا طعمة بهار عادي، ما فيها شيء غريب. لا انا رح اكل من هون شوي لانه حارة بس. لك قديش اكلت انت ليش؟ خد. اوه فعلا حارة هاي ديم. ليكون هي حرشي. هلا حسيت بالحرارة والله. نكهة عادية بهارات مدري شو، بس ما رح استسلم. ايش قد اكلت؟ شوي ولا كتير؟ ما أكلت ولا. مو دقتها؟ ما دقتها؟ بس لاحظتها. دايما بدي احكي لكم شغله. هي تقييمنا لها. ايش قد احمد تعطيها؟ هي كانت طيبه نوعا ما وحاره مو كتير. هي انا بعطيها 7 من 10 لانه فعلا طيبه ومو حاره كتير، حرارتها بتنحمل. وهاي القريدس انا بعطيها 4 من 10 لانه ما بحب المأكولات البحريه ولا بحب القريدس اصلا. انت شو عنك احمد؟ تفضل. هاي صفر. حاجه القريدس صفر. العاديه هذيك كانت طيبه نوعا ما بس ولكن حاره. الصفرة هاي البلجمن يعني ايه. رح أعطيها 3. 3. كتر الله خيرك حبيبي. وهي قديش تعطيها؟ هاي الحاره كتير 50 لأنه حرة كتير. يا زلمه. هاي مصطلح 50 ما بفهمه انا بالفيديوهات عنا ابدا. منين جايبه؟ هلا رح نجرب احر وحده معانا. اعتقد ما بعرف هي احر ولا هي احر. هلا رح نشوف. جاهز؟ بالك جاهز؟ ما رح أحسن. هاي حارة وهي حارة، ما رح أحسن. اشرب شوية لبن. هاي انا اللي رح اجربها لحالي. تمام، بما انه مجربينها من قبل لحتى اشوف قديش رح اعطيها من بين هدول اصلا. تمام، اعتقد احر وحده والسودا كمان صراحة حارة كتير كانت، ولكن انا على استعداد لان اجربها. بسم الله. هلا بتجي الحرارة. اوكي هي إلها نكهة طيبة، تعطي شوي على حلاوة. نيالك انت عم تشرب لبن. بدك. لا ما بدي انا اشرب، ما بدي استسلم. انت هاي ما رح تجربها؟ هاي اللي جربناها بالفيديوهات السابقة. قديش بتعطيها تقييم؟ 5 لانه حارة وطيبة شوي، صح؟ هاي ممكن تكون حارة كتير. ليه متحمس لهي؟ هلا رح ندوقها. انا بعطيها هاي 7 من 10 كمان. حارة بس طيبة كتير، والحار انا بحب يعني الاكلات الحارة. هلا رح نجرب الشيبس الحار واللي بيقولوا عنه حاصد الارواح. يمكن هذا غيره ولكن نحن رح نطلق على هذا المنتج سيم نيم. الله عليك. اوكي ليش بدي اخذ وحدة كاملة؟ بركي كان حر كتير. ما رح اجربها كلها. اوكي هلا رح نجرب الشيبس الحار يلي معنا اليوم بهذا الفيديو الكوري. ما في حرارة. هو رح تفلفل يعني دقيقة شوي. مشان ما عندي احس بالحرارة. له نكهة طيبة. ما حار. هلا واحد بلش فيه. ما بعرف اذا حار او فيه حرارة. شو وضعك انت؟ حبيت الطعم؟ انا بعطيه تقييم 8 من 10 لانه كثير حار ولكن طيب فعليا. اوكي انت قديش بتعطيه تقييم؟ حار انتبه احمد. 3 من 10. لا 4. 4. كتر خيرك. نيالك انت عم تشرب لبن. هاي اعطيناها كمان 7 او 8 ما بتذكر. انا مسموح لي اخر الفيديو اخر شيء اشرب مي. ها رح نجرب هلا هذا المنتج. تمام يلي بالكوب. انا ما راح اجرب التانيين كلهم. مو حار، ما اعتقد حار. هذا فيه، هذا بالخضار. شم الريحة نوعا ما عادية. ادوق انا قبلك، بس بكل الاحوال انت لازم تدوق ولو شيء بسيط مشان تعطي تقييم. اوكي الطعم مقبول، ما في حرارة ابدا. مدري انا ما عاد احس بالحرارة، بس بامكانك تدوق. اعطينا ادوق بالشوبستيكس. يلا النكهة كتير طيبة لانه انا ما في شيء ما خبرتك اياه. هي فيها فطر، نحن ما بنحب الفطر كثير.
هلا اجت الحرارة. احمد رح يشرب حليب لانه عم يحس بحراره، طبعا انا صامت. هلا رح نجرب النودلز من نوع تاني، يمكن تكون حاره حارين. كثير. هاي فعلا ممكن تكون حاره. انا تسلمت. اوه والله كبيره حقك يا احمد. إلى ضربت هي هي صح ضربت. احمد قاوم صح. نكهتها كتير طيبة وحرارتها حارة طبعا. هي بعطيها 10 من 10. انا كتير حبيتها، حرارتها تقاوم وطيبة نكهتها. بدك تذوقها؟ لا تمام، انا رح ادوق اخر وحدة هلا. لا لأنه هي جربتها وهي. بتعرف انه الاولاد الصغار يلي بعمرك ما بيقدروا يجربوا هيك شغلات؟ صح. كمان رح آكل لقمة تانية، عن جد رح آكل لقمة تانية. انا رح ادوق المنتج الاخير. الاخيرة مو حارة كتير. يلا احمد. ايوه صفا لاحمد. قاوم اليوم معنا بهذا الفيديو فعليا وجرب هاي التجربه اللي تعتبر خطيره بالنسبه له، لانه شيء حار عن جد. فعليا راحت الحراره على فكره بدون ما اشرب ولا شيء، وانا هلا ماني محتاج ابدا اشرب شيء، ولكن رح اعمل شيء لعيونكم بهذا التحدي. احر نودلز معنا واللي هي هاي. بشوفكم بالمشفى. هي حاره كثير، هي احر شيء. بنشوفكم بمسلسل جديد. بشوفكم فيديو جديد، حلقه جديده. سلام. سلام.